يا بنات عاملين ايه؟ بصوا بقى، عندي طبعا النهارده فرح مهم جدا، وقلت بقى ايه لازم اخرج من اللي انا فيه كده واقوم البس واتمكيج. هوريكم طبعا الطقم في الاخر. انا لبست طقم سواريه بنطلون وبلوزه، هوريه لكم بس في اخر الفيديو. حطيت الفاونديشن ده اللي هو الكوري يا بنات، حلو قوي قوي وخفيف على البشره جدا جدا جدا. بصوا حتى لونه تحفه، كانك مش حاطه اي حاجه، وفي نفس الوقت مخبي كل العيوب بتاعه الوش ومدي درجه حلوه قوي. وبعدين حطيت الكونسيلر بتاع مايت سينما ده. الكونسيلر ده انا بحبه قوي يا بنات قوي. الكونسيلر ده بصوا بيخفي اي هالات، وكمان الكفر بتاعه عالي جدا. الكونسيلر ده خطير يا بنات، خطير خطير. بصوا لو لقيتوه في اي حته هاتوه. بعد كده حطيت لوز باودر عشان اثبت الفاونديشن والكونسيلر. عايزه اقول لكم الفاونديشن والكونسيلر الاتنين احلى من بعض. بعد كده جبت الباليت دي مش موجوده اصلا، مش بتنزل مصر، قليل جدا. هبقى اقول لكم انا جايباها منين. البالت دي حلوه قوي يا بنات، والبيجمنت بتاعتها عاليه جدا، والبالت دي رخيصه بس بتنافس الباليتات الغاليه. رسمت بيها حواجبي، انا طبعا سرحت حواجبي لفوق واخدت اللون الاسود، رسمت كده بالبالت دي حواجبي. وبعد كده جبت اللي اتبقى من الكونسيلر، الحبه اللي اتبقوا في الاسبونشه، حطيتهم كده ايه فوق عيني. وبعدين لبست العدسات. بصوا شكل اللوك اصلا من غير ما اكمل. اخدت كده لون الموف، انا هنا كنت بكلم ايلين. اخدت اللون اللي هو مدي على موف شويه كده، حطيته على عيني كلها، على جفن عيني كله، اللي هو الجفن المتحرك، حطيته من اول العين لاخرها على جفن العين المتحرك كله. عايزه اقول لكم اللون ده حلو قوي يا بنات، اللون ده موف كده على كشمير بس لونه خطير. وبعد كده اخدت اللون الجليتر اللي هو مدي على بنفسجي، على كحلي. بصوا هو اللون خطير قوي، انا مش عارفه اللون ده ايه، بس عايزه اقول لكم اللون ده حلو قوي يا بنات قوي. بصوا البالت اصلا خطيره، البالت البيجمنت بتاعتها قويه جدا يا بنات، قويه جدا جدا. وبعد كده اخدت الديبلاينر ده. عايزه اقول لكم البوكس ده، هي شنطه كده انا كنت مشترياها، كانت رخيصه جدا. بقول لكم انا جايباها منين. الديبلاينر ده فحمي ومش بيطلع خالص. عايزه اقول لكم طول الفرح مسحش خالص يا بنات خالص. حطيته كده، انا مش عارفه الفيديو ده جاي بطيء ليه، بس مش مهم، هو عشان تتعلموا برضو رسمه الايلاينر. بصوا الايلاينر السواد بتاعه فاحم. بصوا حلو جدا 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 يا بنات، اسود اسود، يعني السواد بتاعه فاحم بطريقه مش طبيعيه. بصوا بقى اصلا الفاونديشن والكونسيلر لما البشره شربتهم، بصوا بقى شكلهم عامل ازاي مع اللون مع رسمه الحواجب. عايزه اقول لكم الاي شادو بتاع اللي انا عامله بيه ده ورسمه بيه حواجبي، الاي شادو ده رخيص جدا يا بنات بس تحفه. وبعد كده هنا اخدت الكحل بتاع سيفورا. الكحل ده ووتر بروف يا بنات، واسود قوي، سواده فاحم قوي. وبعد كده جبت الفرش دي ناعمه جدا. الفرش دي ناعمه جدا، اخدت كده واحده منهم وجيت على اللون الاسود وسيحت كده الكحل عشان ايه يبقى شكل العين بسحبه كده عامل زي الخلايجه. بصوا شكل العين بقت عامله ازاي. يعني شكل اللوك بقى حلو قوي يا بنات، وكمان سهل، يعني مش صعب، هو اي حد يقدر يعمله على فكره. الميك اب سهل اصلا يا بنات. وبعد كده اخدت الماسكارا دي، انا الصراحه مش عارفه نوعها، بس الماسكارا دي طلعت تجنن تجنن يا بنات. الماسكارا دي حلوه جدا 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 ووتر بروف، والديبلاينر برضو ووتر بروف وسهل جدا ان انت تعرفي ترسمي بيه. بعد كده اخدت التنت ده، والتنت ده فيه منه درجتين، انا اخدت درجه حطيتها على شفايفي واخدت درجه حطيتها كبلاشر. بصوا الجمال. الشنطه بتاعت الميك اب دي يا بنات انا كنت جايباها من بنوته كده، البنوته دي كانت عامله سيل على الميك اب، بس كانت سعرها قليل جدا. هحاول احط لكم رقم تليفونها او اللينك بتاعها تحت في الكومنتات. بصوا اخدت كده البلاشر ودمجته كده على وشي. بصوا لون البلاشر خطير خطير يا بنات. طبطبته كده بايدي لان هو اصلا تحفه، هو بيندمج بسرعه قوي. بصوا دول اللونين، واحد حطيته على شفايفي وواحد حطيته على خدودي. وبعد كده جبت الباليت دي، اخدت منها البلاشر علشان يبقى البيجمنت بتاعه قوي ويفضل معايا فتره طويله. وبعد كده اخدت منها كمان الهايلايتر، حطيت كده هايلايتر تحت حاجبي وحطيت هايلايتر على مناخيري. بصوا عشان يدي ضي كده تحت الحاجب. بصوا شكل الميك اب يا بنات، شكله بقى حلو قوي في الاخر. وعلى فكره اللوك كان تحفه في الفرح وقعد معايا فتره طويله. بعد كده جبت الروج ده ثابت جدا، طري قوي على الشفايف يا بنات وثابت قوي. بصوا ده كان اول لون، كنت محتاره بصراحه احط اني لون. ده كان اول لون كده، طري قوي الروج ده، وبيعمل فوليوم كده تحفه للشفايف، والوانه تجنن. انا جايبه الثلاث الوان بس الوانه حلوه قوي. ده كان اول لون يا بنات اللي هو مدي على كشمير كده، حسيت ان ده اهدى لون. وبعد كده ده كان تاني لون برضو كان حلو قوي على اللوك. اللوك حلو ولوك خليجي يا بنات وسهل، وكمان الميك اب حلو قوي. يعني ده كان تالت لون بقى. بصوا
الماتيريال بتاعه الميك اب خطيره، عايزه اقول لكم لو عرفتوا سعر الميك اب يا بنات هتتصدموا من سعره. سعره رخيص جدا جدا جدا، وتقريبا ده اكتر جروب. بصوا اللوك في الاخر، اكتر جروب اشتريت من عنده ميك اب رخيص. بصوا اللوك بقى شكله يجنن ازاي. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات.